أكبر الله أكبر الله أكبر حقيقة رسائل سريعة جدا أرد بها على ما أثير خلال 48 ساعة الماضية في الصحافة وفي وسائل الإعلام، الذين لا يتركوننا وتكالبوا علينا جميعا. ويشفي صدري كلمة سمعتها من شيخي الدكتور محمد عبد المقصود عندما شكوت إليه هذا الهجوم. قال الدكتور محمد عبد المقصود: اطمئن، فإن رئيس مصر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الكون، وما نحن إلا أسباب. ادعى الإعلام أني أسب الدعوة السلفية وأني أشتم الدعوة السلفية، ومن أنا حتى أسب شيوخي وأساتذتي؟ من أنا؟ كل التقدير والاحترام لكل صغير وكبير في الدعوة السلفية في مصر جميعها، فما أنا إلا غرس للدعوة السلفية في أرض الإخوان سقي بماء التبليغ والدعوة. فما كنت أبدا لأسب مؤمنا أو أتهم مؤمنا يوحد الله عز وجل، وقد نكون سويا على حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن كانت قد صدرت مني كلمة جرى بها اللسان فهذا من عفو اللسان، وإن أسيء فهمي فما قصدت إطلاقا أن أسيء إلى أحد في شعب مصر أبدا، فلهم كل التقدير والاحترام. وكيف أسيء إليهم ونصف هؤلاء أو ربع هؤلاء أو شيوخنا اللي على المنصة هم من شيوخنا، من أساتذتنا، من هذه الدعوة الطيبة المباركة إن شاء الله. هذا ابتداء. وثانيا أقول أيها الأحباب للإعلام: ألا تتقي الله عز وجل فينا؟ ألا تتقي الله عز وجل فينا؟ إن الكلمة نور، بعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع يعتصم بها النبل البشري. عيسى ما كان سوى كلمة، شرف الرجل هو الكلمة، أمر الله هو الكلمة، فاتقوا الله ولا تقولوا فينا إلا حقا.